طيب يا شباب نكمل. هناخد النهارده بوابة أو اسمها النور جيت. طيب احنا قلنا المرة اللي فاتت لو كان عندنا العدد ايفن هنجاوب على السؤال بتاع المحاضرة اللي فاتت برضو عشان الناس اللي بتسمع. احنا قلنا المحاضرة اللي فاتت لو أنا كان عندي عدد ايفن في بوابة الاكس اور. اكس اور يعني تخيل كده لو انت في بوابة الاكس اور ايفن عدد زوجي سواء صفر أو واحد، يعني إيه؟ متشابهان. طب طالما متشابهان يبقى الناتج إيه؟ الناتج هيكون صفر، هيساوي إيه؟ صفر. تمام؟ ده إجابة السؤال بتاع المرة اللي فاتت. هناخد النهاردة بقى بوابة جديدة كده حلوة اسمها النور جيت. النور جيت شبه ما احنا متعودين هناخد أول حاجة الرسمة بتاعتها، وبعد كده ناخد تراس تيبل. الرسمة بتاعتها بتكون إزاي؟ هي بتكون شبه الأور عادي، تمام؟ ولها مدخلين أهوت، ولها أوتبوت واحد. قلنا المدخلين اللي بيبقوا عندنا بنرمز لهم بالرمز اي اي، انبوت واحد اللي هو اي اي، وانبوت بي. وقلنا كمان الاوتبوت عندنا هيكون حاجة واحدة بس. تمام؟ طيب يا باشمهندس، تمام، وصلت معايا كده. طيب بوابة النور بقى انا بميزها ازاي؟ بحط هنا هو الدايرة بابل، بحط هنا ايه؟ بابل. تمام؟ طيب انا برضه يا باشمهندس يعني هي بتعمل ايه بالظبط؟ بوابة النور دي هي عكس الاور. انا رسمت رسمة الاور شبه ما هي وهعكسها عكس الايه؟ الاور. يبقى النور جيت هي عكس الاور جيت عشان بتيجي في الامتحان. النور جيت عكس الاور ايه؟ جيت. طيب انا دلوقتي محتاج من الجدول. احنا عندنا القانون بتاعنا اللي بيقول ان 2 أس ان دي عدد المدخلات اللي هي هتساوي 2 أس 2 هتساوي ايه؟ 4. حبل التراست تيبل بتاعي، التراست تيبل اهوت على 4 حالات. تمام؟ ها، ادي 1، ادي 2، ادي 3، ادي 4، ادي اي اي، وادي اي بي، وادي ايه؟ تمام، ادي اي اي، وادي اي بي، وادي الاوتبوت. هنلاقي الجدول 1، 0، بعد كده هيكون عندنا 1، 0، 1، 0. طيب بمشي في دي ازاي؟ عكس اون، هجمع واعكس، هجمع واعكس. تمام؟ 1 زائد 1 ب1 اعكسه هيكون الناتج 0. طيب 1 زائد 0 ب1 أعكسه هيكون الناتج 0. 1 زائد 0 ب1 أعكسه هيكون الناتج إيه؟ 0. 0 زائد 0 ب1 أعكسها، 0 زائد 0 ب0 مش ب1، 0 زائد 0 ب0 أعكسها هيبقى الناتج إيه؟ 1. تمام يا شباب؟ دي البوابة بتدينا 1 فقط لما يكون الداخلين عندي بإيه؟ بصفار. طيب ده التراست بتاعها بتيجي ازاي بقى او بتتكتب ازاي في الامتحان؟ ممكن تيجي بالشكل ده، وده اللي بيفضلوا بيه، وخاصة دكتور محمود ياسين بيحب يجيبه في الامتحان. A نور البي تيجي كده بالشكل ده. تمام؟ وكمان ممكن تيجي بقى بشكل تاني، الاوت بوت بتاعها، الاوت بوت بتاعها هيساوي ايه؟ بيساوي A زائد B، الاتنين عليهم دوت. انا مش فاهم الحته دي يا باشمهندس، هفهمك. هي علامة دي علامة النط. هو بيقول لك ان انت بتجيب المدخل الاولاني اللي هو الاي اي وتجمعه على الاي بي، بس الاتنين تحت النفي، الاتنين ايه؟ منفيين عشان يدينا ناتج الاوتبوت. يا باشمهندس انا كده خلاص وصلت. قلنا ان بوابة النقل بتاعته 1 عندما يكون كل الدخل باصفار، وخدنا الناتج بتاعها. طب ينفع يا باشمهندس مثال؟ يعني انا عشان اثبت دي هقول لك تعالى مثلا لو انا عندي الجدول اهو اللي احنا شايفينه قدامنا ده، وأقوم جاي عامل فوق مسميات، ادي 1، ادي 2، ادي 3، ادي 4، وهقوم جاي هنا حاطط اي اي واي بي، وهقوم جاي هنا فيهم اي اي عندي اهي، وادي اي بي، ادي 1، 1، 0، 0، 1، 0، 1، 0. هو بيقول لك الاتنين منفيين يبقى هجمع A زائد B وبعد كده انفيهم. A زائد B اللي هي اي A زائد اي بي، 1 زائد 1 ب1، 0 زائد 1 ب0، 0 زائد 1 ب1، أقصد 0 زائد 1 ب1، 0 زائد 0 ب0. بعد كده أنفي A زائد B الكل منفي، لما أجي أنفيهم هنا 0، 0، 0، 1. لما أجي أشوف أقارن الناتج الأخير هنا اللي هو ده بالناتج ده 0، 0، 0، 1، هلاقيهم هما الاتنين بيساووا بعض.
إذا القانون ده صح، اللي هو بيقول لك إن الأوتبوت هيساوي A زائد B الكل إيه منفي. تمام؟ دي ممكن تيجي في الامتحان، ونخلي بالنا إيه منها. باقيين الاي سي بتاع ده كان من عيلة ال74 برضو، ده هنجربه عملي في الآخر. من عيلة ال74 اتنين وكام؟ اتنين زيرو اتنين، 74 زيرو ايه اتنين، دي العيلة بتاعته. طيب لغاية دلوقتي مفيش أي مشكلة. السؤال بقى بتاع هنا بيقول لك لو أنا عندي في بوابة النور هي بتكون عكس الأو، تمام؟ دي سؤال بيجي. السؤال بقى التاني بيقول لك في البوابة دي بنحط بابليك في نهاية البوابة عشان ننفي، صح ولا غلط؟ تمام. السؤال برضو اللي بيجي البوابة دي لو عندي أحد مدخليها بواحد بيكون أود، هيكون الناتج النهائي للبوابة دي صفر ولا واحد؟ ده السؤال ده أنت هتجاوبه عليه، تمام، وتكتبوه في التعليقات بإذن الله.